سلام بنات مع حلقة جديدة من مسلسل هذيك حياتي. وبداية الحلقة غادي تكون مع حفلة ديال الحناء ديال الميسون. غادي يدخل أنيس معاه بهار، غيقول لهم وقفوا هاد الشي، يلا حبسوا هاد الشي كله. غادي تكون ميسون كتشطح، قال لهم وقفوا الموسيقى وكلكم سمعوا ليا. وغادي يقول محمود أمير: أنيس عيطتي ليا؟ قال لي بغيتك تعرف الوجه الحقيقي ديال بنتك ميسون. قال لها شنو كتقصد بهاد الهضره؟ قال لي راني جبت الدليل. قال لي خاصك تحترمني. قال لي كندير هادشي وانا محترمك. ميسون ما حاملاش نهائيا، كل شي قالته راه كذب، كذبات علينا، الضحك ديالها والبكاء ديالها كلشي كذوب. ميسون أطهان، انت ما حاملاش، وهذا هو الاثبات انك ما حاملاش. وهاد المهزله اللي درتي صافي وصلت النهايه ديالها، غادي تبقاي بعيده عليا انا وبهار. واش فهمتي يا ميسون؟ ما بغيتش نشوفك مره اخرى، وهادشي اللي وقع دابا ما يتعاودش نهائيا. قال لها بهار: انا ما عمري ما كذبت عليك وديما كنت كنقول الحقيقه. غادي تجي ميرفات غتقول ميسون: واش عندك شي دليل بنتي؟ علاش درتي هكا في الناس اللي كيثيقوا فيك؟ علاش درتي بحال هكا؟ غيقول لها محمود: لعبتي علينا هاد الفتره كلها، وكلشي الناس كانت معاك وكنا ضد ديال انيس، وكتديري الحيل ديالك من ورا ظهرنا. علاش؟ شرحي لينا ميسون، علاش درتي بحال هكا؟ وغيبدا يغوت عليها. قال لها يلاه اشنو باغا توضحي؟ قولي دابا. وغادي تقولي خويا تهدن وتصنت ليا، غتقولي سالا الكذب ديالها والمهزله اللي دارت. غادي يقولي نتوما كاملين باغيين تعرفوا علاش دارت بحال هكا. وغادي تقولي بركه انيس صافي بركه. قال لها كنتي عارفه سميتي ديك الليله وكنتي كتكذبي، علاش دابا ساكته؟ علاش درتي ليا بحال هكاك؟ حيتي ليا حوايجي باش نبان بحال هكا؟ هضري يا ميسون وقولي الحقيقه. هضري ديك الليله قولي انني ما قصدتكش نهائيا وكنت تامل وانتي لعبتي اللعبه ديالك. علاش ما كتهضريش؟ يلا تكلمي. وغتبان هنا ميسون انها ما كانتش فاقده الوعي نهائيا، وانها هي اللي حيدات ليه حوايجو ونعسات حداه. قال لها كنت عارف، كنت عارف انني ما قصدكش نهائيا، علاش درتي لينا بحال هكا؟ وغادي يقول لها بهار غادي تدخل، غتقول لها علاش ما شفقتيش عليا؟ انا تخليت على الراجل اللي كنبغي على قبلك نتيا. علاش خليت احلامي كلها على قبلك ميسون وانتي تخليتي عليا في هاد الظروف؟ علاش؟ انا ما نستحقش منك هادشي نهائيا. وغادي تكون معصبه بزاف. غادي تخرج بهار وغادي يتبعها انيس، غيقول لها صافي تهدني. قالت لي عمري ما حسيت بهاد الالام، هي اختي وقالت لي كلشي في الاول، كانت كتكرهني لهاد الدرجه وكانت باغا حياتي تحيد وتاخد كلشي كتبغيه. قال لها هي من ديما كتاخد كلشي ديالك. قال لها صافي كلشي دابا سالا وتعرفات الحقيقه ديالها. قالت لي انا كنعتذر لك بزاف انيس على هادشي، كنتي كل مره كتقول لي الحقيقه ولكن ما سمعتش ليك، كنت ديما كنلومك وما صدقتكش نهائيا، كنتي كتقولي انك ما قصتيهاش. غيقولها صافي روحي تهدني، هاد الهضره ما بقاتش عندها اهميه، الجراح ديالنا غتعافى مع الزمن. هنا ميسون كتبكي بعد ما فشلت الخطه ديالها باش تزوج بانيس. وغادي يقول لهم خرجوا كاملين، خليوني غير انا وميرفات وميسون كلشي يخرج. وغادي تقول لهم يلا كلشي يخرجوا دابا. غادي تخرج وهي كتغوت، غتقول اش من انسانه نتيا؟ كيفاش يمكن لك ديري هذا الشيء؟ كتقول نورهان. قالت لها كانت تقول ليه شرفي لا تدخليا انيس ولكن هو ما مسها ما والو. قالت لهم انا حامله، علاش هاد الكذوب؟ وغادي تقول لي الحمد لله الشرف ديالها ما مشاش، الحمد لله ربي تقبلتي الدعوه ديالي والشرف ديالها ما مشاش نهائيا. وغادي تكون خايفه من الفضيحه، قالت الحمد لله مني ما حاملاش. محمود امير غيقول انا في حياتي عمري ما تعرضت لهاد الاهانه، انا خجول من هاد الشيء اللي درتي. شنو كان في عقلك ميسون حتى ديري هذا؟ فاش فكرتي؟ قولي لي. تحملت كل شيء، ظهرت باش ما نشوفش الافعال ديالك نهائيا، ولكن دابا ما غنسمحش لك بهذا الشيء نهائيا اللي درتي. ما بغيتش نشوف وجهك في هاد الدار مره اخرى. غادي تخرجي من هاد الدار نهائيا، صافي ما بقيتش حاملك. غتقولي ميرفت عافاك، حنا كنا متوترين بهذا الشيء اللي دارت ميسون، ولكن خاصنا نسمحوا ليها ونعطيوها فرصه اخرى. غادي تجي عند دنيا، قالت لها صافي الاب ديالك طردك من هنا، برأيي خاصك ترجعي للبلاصه اللي كنتي فيها اول مره، لبستي حوايج زوينين لاول مره غتلبسي شي حاجه كلاس. يلا جاوبيني علاش ما كتهضريش؟ خاصك
طيحي بواحد النوبة عصبية على هاد الشي اللي درتي. غتقول لها بارك عليها، قالت لها هادي راها افعارك باقا ما عارفاهاش، وغادي يجي النهار اللي غادي تعضك فيه وغتعرفي حقيقتها غادي تخرج. قالت لها يلا نمشيو حتى الصباح ونهضروا. قالت لها بلا ما تقلقي مني انا ما غنمشيش معاك هاد الليله. قالت لها بنتي يلا نمشيو الصباح وباباك غادي يندم على داكشي اللي قال. قالت لها لا، غادي نمشي للملحق وغادي نشرب واحد القهوه ونجلس. قالت لها لا، غتبقاي معايا انا الام ديالك وخاصك تكوني قريبه من باباك، وغدا غدوز هاد الليله وغدا غنهضروا معاه. قالت لها كنفهمك، ولكن كأم بنتها ما نقدرش نبقى معاك. قالت لها تعالي معايا هاد الليله وغدا ترتاحي. قالت لها لا. قالت لها بغات تبقاي مع المراه اللي رباتك. قالت لها بلا ما تطولي الهضره ميسون يلا نمشيو. قالت لك ما غاديش نمشي بلا ما تجبريني. بركه من الهضره. قالت لها ميسون هضري بالاداب، انا ماشي صاحبتك، انا الام ديالك. قالت لها ولكن الانسان عنده صبر وحدود صافي. غادي تقول لها نورهان ميسون اش واقع بنتي. غادي تقول لها ما بغيتش نمشي مع السيده ميرفت. قالت لها مالكم درتو لهاد البنت هاد الحاله في داك القصر بركه. قالت لها السيده نورهان بلا ما تدخلي المسألة بيني وبين بنتي. قالت لها شوفي بنتك اشنو باغا، بلا ما تبقاي تعصبي فيها، ولا كانت هاد المسألة بيناتكم هي بغات تجي عندي، وانتي ما كاين حتى فرق بينك وبين الاخرين اللي طردوها من القصر. غادي تدخلها وغادي تقول ميرفت غادي نضطر نبقى هنا حتى الصباح، ما عندي فين نمشي. غادي تمشي تدق على الباب، غتقول لها نورهان اشنو بغيتي، اشنو المشكلة ديالك. قالت لها شنو باغا قولي ليا. وغادي تقول لها غادي نبقى هنا هاد الليلة. غادي تقول هاد الليله اللي وقع حنا بحال دازو علينا شاحنات من فوق منا، يلا سيروا بعدو منا. قالت لها كتقولي شاحنات دازو من فوق منكم. قالت لها قالت لها ولكن هاد الشيء راه ما غيسببش لك الراحه هاد الليله، ما غاديش نخلي بنتي بحدها، واش فهمتي ولا لا غنبقى معاها. قالت لها واش ما بغيتيش تمشي. قالت لها هي ما بغاش تمشي معاك، انا ولكن من الواضح حتى الامومه ما كتعرفيهاش السيده نورهان. قالت لها واش هذه هي الامومه ديالك. قالت لها كون ربيتيها مزيان ما كانتش غتكون بحال هكذا نهائيا، ولكن انت قهرتي هاد البنت حتى الروح ديالها تحرقات، وبسبب ديالك ميسون حالتها بحال هكا وانتي ما تجيش منها. غادي تبدا تبكي نورهان على الهضره اللي قالت ليها. غادي نمشيو عند انيس، غادي يقول لها صافي العاصفه هدات والبحر ولا صافي وغيكون معنا بهار. غادي نرجعوا عند نورهان اللي معصبه بزاف من ديك الهضره. وهنا غادي تبان بهار نسات بعد ما داز من ليله صعيبه بزاف، وانيس ناعس حداها. بالصباح غادي تقول لها شحال بنتي زوينه بزاف ماما، وغادي تكون فرحانه بزاف دنيا حيت طردات ميسون. قالت لها راني قلت لكم وانتم ما سمعتونيش نهائيا، ما يمكنش هذيك تكون منا، وفي النهايه انا كنت على حق. قالت لها وان شاء الله غادي تخرج نهائيا من هنايا، وغادي ننظف كل القدرات اللي في عائلتنا وهي كتشوف في جوليا. قالت لهم بالعافيه عليكم. غادي يقول محمود امير. قالت لي صباح الخير محمود، تعال جلس تفطر وغتكون فرحانه. قالت لي ضروري تاكل شي حاجه قبل ما تمشي للخدمه. سول على عاصم، قالت لي راه خرج، راه كيمشي بكري. غادي تعيط على الخادمه، قالت لها امرك السيده دنيا. قالت لها غادي نكلفك مهمه استثنائيه. وغادي تقول لها غتسيري غترمي كاع الحوايج ديال ميسون كاملين. قالت لها واش يمكن ديري هذا الشيء بلا ما تقولي للسي محمود اميره بنتي. قالت لها السيده ايسان هذا قرار من قراراتي ما كيهموكش نهائيا. مشيو عند ميرفت اللي وجدت الفطور. قالت لها بابا واش جاي عندي يا ماما. كيحسب ليها واش جاي. قالت لها تهدني يا بنتي، الله يهديك تهدني. غادي تقول لها واش هضرتي مع بابا، واش قلتي ليه انني باغا نهضر معاه. قالت لها انايا هضرت مع باباك في الليل، ولكن انا راني كنت هنايا. تهدنا ميسون عافاكي. قالت لها البنت خرجت روحها من نيفها وانتي ما كتسمحيش لها باش تهضر. قالت لها تكلمي السيده نورهان وسمحي لي دخلت المطبخ ديالك، ولكن انا غنمشي دابا، ولكن غادي نجي ناخذ ميسون. قالت ليها ناري على انسانه بحال اللصقه، قلت ما غاديش تبقى تمشي من هنايا. غتقول لها ماما قولي لي شنو خطه، اشنو ندير باش نرجع مع بابا. قالت لها علاش لعبتي بالشرف ديالك، هاد اللعب في الشرف راه ما يمكنش نهائيا. واش بغيتيني ناخذك عند شي طبيب باش نعرف شنو كاين. انا كنت قالت لها كنقول انه كيبغيني، انا ما كيبغيش اختي، ولكن قلت الا درت هاد الخطه غيولي يبغيني انيس وغادي ينسى انني بلا شرف. قالت لها وشوفي راه باك هو الياس، وبسببك كنتي غنبقى مع الياس مره اخرى. قالت لها ما غنسمحش لك
والله ينعلك ما غنسمحش لك نهائيا. قالت لها علاش كتكذبي عليا ميسون حتى انا علاش؟ قالت لها واش من كذبتي على الناس كلهم بغيتي تكذبي عليا حتى انا؟ بلا ما تقولي لي الشرف ديالك نهائيا. غادي نمشيو عند بهار اللي غادي تلقى انيس موجد ليها الفطور زوين. قالت لي حضرتي هادشي على قبلي؟ وغادي تشوف الصورة غتقولي شكون هاد الناس. قال لها هادو العائلة ديالي. وغايقول لها عرفتي انت راك كتفكريني بالام ديالي في الريحة ديالها اللي توحشتها بزاف، وفي الاب ديالي اللي كنحس بالامان ملي كنكون معاك. انت هي العائلة ديالي يا بهار، ومن اليوم ما غاديش نبعد عليك نهائيا. غادي تقولي شكرا على هاد الفطور. قال لها ما درت والو غير البيض مع شويه ديال الفلفله والعصير. غادي تجي الخادمه غادي تجيب الحوايج ديال ميسون. غتقول لها شنو كيوقع هنا؟ قالت لها السيده دنيا رسلات لك حوايجك كاملين. وغادي تكون معصبه، غادي تمشي عندها غادي تقول لها تهدني يا بنتي. وغادي تبان هنايا دنيا كترمي لها في الحوايج. قالت لها نسيتي هاد الزبل هادو ديالك ولا حشوم ليها، هادو هما حوايجك الاخرين. غتقول لها نتيا راك مرا كبيره وبعقلك علاش كديري بحال هكا؟ غتقول لي ميسون فين هي اللفعه الصفراء؟ انا جايه لك اليوم نتفاهم معاك. قالت لها انت ما كتفهميش بالمعروف، اما حوايجك رميناهم لك، يلا سيري لبسيهم وما تدخليش لهاد القصر نهائيا. وغادي تقول لي مسدوا الباب عليها وما تخليوهاش تدخل. غتقول لها اليوم غادي نتفك وغتبغي تلاح فيها، ولكن غتجي ايطان غتحبسها. غتقول لها صافي تهدني يا بنتي وغادي نطردوها. وبهذا غتكون نهايه الحلقه اللي كنتمنى تكون